يا صباح الجمال والبساطة وراحة البال. البساطة سر الحياة، سر السعادة، سر الراحة، سر الرضا. كل حاجة حلوة في البساطة. والبساطة في الكلام وفي الملابس وفي العتاب وفي حل المشكلات. البساطة ليها ناسها، مش كل حد بيبقى بسيط، بس الجميل انك تعود نفسك على البساطة. يعني في اللبس البس بسيط، لان التكلف بيضايقنا، بيحسسنا بضيق، لان احنا بطبيعتنا الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها بسطة. فاحنا اللي كلفنا نفسنا وعظمنا وفخخنا المواضيع قوي بالزياده. كل ما بنبقى بسطة في لبسنا كل ما بنبقى شيك اكتر، لان الشياكه في البساطه. كده تلاحظ في المناسبات والحفلات لما بنبقى مجتمعين ولابسين كده ومنمقين ومكبلين، احنا بنبقى عاملين زي المكبلين بأزاور، مسجونين جوه لبسنا ده. اول ما بنوصل بيتنا بنقلع فورا كل الاكسسوارز وكل اللبس، وبنلبس البيجامه ولا الجلابيه، بنرتاح وناخد راحتنا وبنحس كده براحه، عشان ربنا خلقنا على فطره البساطه والراحه. تاني حاجه نبقى بسطة في كلامنا وحوارنا، مش كل ما زاد الكلام نبقى احنا كده ناس عظماء، وكل ما زاد المنمقين والناس اللي بترد الكلمه بعشر كلمات عشان احسسك بالعظمه وان انا بحبك وان انا كده يعني عايزه اوصلك المعلومه. وفي ناس بترد يقول لك لو قال لي كلمتين ارد بكلمتين، لو قال لي كتير ارد كتير، عشان يعني نبقى كده من الشياكه، من الرقي. هي لا لهاش دعوه بالرقي، هو لها دعوه بطبعك. انت طبعك بسيط، بترد على الكلمتين بطبعك وبترد على الكتير بطبعك. وطبعك كل ما يبقى بسيط كل ما تبقى قريب، وكل ما تبقى محبوب بين البشر، لان البساطه بتخلي النفس نقيه شفافه، بتقرب قوي الناس من بعضها، فبتحس بارتياح وانت بتتكلم، واللي قصادك كمان بيحس بالارتياح. في ناس كده تشوفها مش جميله بس مريحه، وفي ناس تتعامل معاها تبقى في قمه الجمال لكن مش مريحه، ناس مقفله، ناس بتعظم المواضيع وبتفخمها وتختار الألفاظ العميقة والمفخخة، تحس إن الكلام هينفجر من كتر ما هو مفخخ. لا، كل حاجة بسيطة جميلة. وكمان في طريقة التفكير والحوار وطريقة العتاب وحل المشكلات، ما تتعمقش قوي، ما تزودهاش. هي الأمور بسيطة. لما يجيلك اتنين مختلفين، حل الأمور بينهم ببساطة بكلمتين حلوين. أحيانا بتبقى الابتسامة بس عنوان البساطة، هي اللي بتحل المشكلة كلها بابتسامتك البسيطة دي. خلاص الموضوع خلاص خلص. ابنك جاي يعتذر لك، خلاص ما بنقعدش نضغط عليه زيادة عن اللزوم عشان نحسسه بوقاحة الأمر اللي عمله، لا يلا بسرعة كده، عشان خاطر برضو العملية تبقى سهلة بعد كده، ان هو يجي ويحكي لنا ويفضفض لنا، ونبقى قريبين من ولادنا وقريبين من أصحابنا وقريبين من أهلنا وعيلتنا وكل جيراننا وقريبين من كل البشر اللي حوالينا. البساطة مفيش أحسن منها في كل حاجة. طريقة تفكيرنا وأسلوبنا وحياتنا كلها لازم تبقى بسيطة. راحة البال في البساطة، والشياكة في البساطة، وكل حاجة حلوة في البساطة. في طريقة بنى بيوتنا وتنظيمها، في طريقة السيارات اللي بنركبها، بلاش نتكلف، خليكوا بسطة. البساطة كل ما قل ودل في كل شيء، اعرفوها كده. بساطة بتهدي نفسنا وبترقيها وبتنقيها وبتخليها على الفطرة اللي ربنا خلقها عليها، على الطبيعة. وكمان البساطة في القناعة والرضا، يعني ما تبصش على النعم اللي عند غيرك وتبقى بتتمناها بحقد وبغل، او انها تزول من عنده او تحسده عليها. لا، هقولك على سر حلو قوي، سر خطير جدا، يعني هتحبه جدا وهيسعدنا جميعا. يعني لو انت حابب نعمة معينة او نعم كتيرة قوي ربنا يكرمك بيها وهي عند حد تاني انت عارفه، صديقك، اي حد مقرب ليك، اي حاجة، حب له الخير وتمنى له الخير وهو بينعم بالنعمة دي. النعمة تحب اللي يحبها وتعشقه وتفط كده، تنط تجيله، مش بتفط من عنده انها تزول من عنده، لا هي بتفضل عنده لكن بتحب تجيلك، لانها شايفة الحب والخير جواك وشايفة انك بتتمناها بكل حب، فهي بتحب اللي يحبها. اي نعمة تتمناها حبها، حب الناس وهي بتتمتع بالنعمة بتاعتها من عند ربنا، وتمنى النعمة دي من ربنا بس بكل حب، وتمني الخير ليه، وتمني انها ما تزولش من عنده وان ربنا يبارك له فيها. خليك دايما انسان بتتمنى الخير لنفسك وللغير. صفي النية وخرج الاحقاد والحسد والغل من جواك، هتلاقي نفسك بسيط
وكل النعم بتجيلك، وربنا بيرزقك من حيث لا تحتسب، بس انت صفي النية، صفي النية وخليك بسيط. وكمان البساطة في الأماكن الطبيعية، مكان كده زي البحر اللي ورايا ده، مكان مزارع خضراء كده جميل، حقول خضراء، الأراضي الزراعية، المكان اللي فيه صحاري، دايما تحس بالسحر والهدوء، هدوء الأعصاب كده والانسجام وراحة البال. تحس كده وانت قاعد في الأماكن دي ان انت يعني مفيش توتر، انتش قلقان. ما هي التكنولوجيا واخدانا عصرانة في الغسالة، انت حاسس انك اتخلقت دخلت جو التكنولوجيا الكتير ده اللي ملوش ظابط ولا رابط وبيمشي بقوة البرق، واخدنا معاه بسرعة الصاروخ كده، مدخلنا الغسالة مفرومين ومطحونين مش عارفين نخرج منها. ايه الهدف من الحياة دي؟ احنا التكنولوجيا واخدانا كده وموديانا على فين؟ احنا بنلف في الغسالة لحد ما احنا مش عارفين اصلا في ايه، مش عارفين نصارع التكنولوجيا دي كلها. مع ان لو جبت ناس في المدينة او بره في اوروبا مثلا، وناس مثلا في بلد زي سيوة دي فيها ناس كده واماكن تحس بالراحة والبراح، تحس بالناس كلها مريحة هادية، بيكلموك براحة نفسية من الطبيعة اللي هم فيها. ما دول هيموتوا ودول هيموتوا، ودول لهم عمر نفس القصة يعني، بس دول هاديين كده عايشين بهدوء وروقان بال، ودولت عمالين يتصارعوا ويتنافسوا، وفي الآخر كله هيموت. بس ايه الهدف؟ احنا لو نعرف الهدف من الدنيا دي اصلا، ان احنا موجودين هنا لاعمار الارض والعبادة، وان احنا نبقى راضيين ربنا. هل التكنولوجيا دي واخدانا في سكه الرضا ولا واخدانا في سكه ايه بالظبط؟ لازم تبقى محدد هدفك ومحدد انت واقف فين ورايح على فين. ما تخليش الدنيا تاخدك كده بدون ما انت تشعر. ركز وحدد وابدا، فكر من جديد، تفكير جديد. انت بتكبر وولادك بيكبروا حواليك، قادر تروح مكان هادي كويس تنشئ فيه ولادك على الهدوء والاسترخاء والتربية الصحيحة والتربية الجميلة الأخلاقية المتدينة اللي فيها التزام وتقرب لربنا والتعليم الجميل برضو. لو انت في ايديك كده وعندك إمكانية لكده يا ريت. كلنا بنحلم ان احنا خلاص نجوز ولادنا ونروح بقى في حتة على البحر ونقعد ننسجم ونقعد. طب وليه؟ ما مشوار الحياة جميل، ما احنا بولادنا كده نروح الأماكن دي. تبسطوا الأمور، لأن مش كل الدنيا الجري الوحوش اللي الناس بتجري ده. أنا عن نفسي أحب قوي الأماكن اللي فيها هدوء وبحر وطبيعة، وأي نفس ربنا خلقنا على الطبيعة والفطرة اللي بتحب الطبيعة أصلا. إحنا اللي بدعنا التكنولوجيا وإحنا اللي خليناها تخنقنا، إحنا اللي عملنا كل حاجة وحشة في نفسنا. عشان كده تحس إن الناس القديمة دي ناس مريحة. أكتر حاجة تحسسني بالراحة لما أروح أقعد مع أمي، بشرب الشاي مع أمي، أسمع كلامها القديم ده والحاجة اللي بتكررها كل شوية والحاجة اللي ودمها الخفيف ده. يعني دايما يقول انا امي بصراحه عامله احسن من اي دكتور نفساني. يعني لو انت اصلا مريض نفسيا وقعدت مع امي قاعده تخرج مش هتحتاج دكتور نفساني. عندها بساطه وعلى الفطره طيبه بدون ما تقصد، هي كده بدون ما تقصد، ربنا خلقها كده حاجه. هي والناس القديمه كلها يعني، او معظم الناس القديمه كانوا على الفطره طيبه كده، وبيتكلموا بطبيعتهم وبيحلوا المشكله ببساطه وبسطه في كلامهم ولبسهم. انا ما افتكرش امي دي لما نيجي نسافر بتبقى محضره شنطه زي ما احنا بنحضر، ولا بتبقى محضره ومكلفه نفسها انها هتقول ايه وتعمل ايه في اي موقف او عزومه، او بتبقى بسيطه جدا، محضره حاجه بسيطه جدا كده نشيلها في شنطه اي حد عشان هي رايحه معانا هتسافر سفريه طويله مثلا. ما بتحملش هم الكلام ده، ولا من زمان ولا من دلوقتي، هي طول عمرها كده. احنا اللي مكلفين ومتكلفين وبنضايق نفسنا بنفسنا. الناس القديمه بسيطه وعيشتهم كانت بسيطه ولمتهم بسيطه وحوارهم بسيط وكلامهم جميل، وكانوا بيقعدوا مع بعض في حوار. حتى واحنا واخواتنا صغيرين قبل الموبايلات وقبل التكنولوجيا ما تبقى كتيره كده، كنا بنقعد نتكلم ونحكي قصص ونحارب بعض ونلعب مع بعض ونتصالح مع بعض كانت الامور جميله وفيها طبيعه. وسالت نفسك انت ليه بتحب زمان عن دلوقتي، هتعرف ان السر في البساطه. زمان كان فيه بساطه، لكن دلوقتي كله متكلف. ما اقصدش بالغلاء والاسعار والاقتصاد اللي احنا فيه. انت لو حسيت بالبساطه جوه ذاتك وان اي حاجه بتكفيك واي حاجه راضي بيها، مش هتحس بالتكلف انت مش هتحس بان في غلاء واقتصاد رايح فين وجاي منين. هتتوكل على الله حق توكله، وهتبقى مفوض امورك كلها لله، وهتبقى متاكد وواثق في الله ان خزائنه لا تنفذ، خزائنه سبحانه وتعالى لا تنفذ. مش هتحمل هم الحكام ولا الظلم ولا الاقتصاد رايح فين ولا الغلاء ولا الدنيا دي كلها. الحوار ده بيوتر الناس المتكلفه اللي مش بسيطه، لكن الناس البسيطه
بتبقى دايما يقول لك ايه، خليها على الله، ان شاء الله هتمشي. مش في دماغه الصراع الكبير اللي احنا اللي الناس المتكلفه او الناس المتوتره دي بتجري فيه. كل اسلوبه هادي كده، مش بيجري عشان يبني لابنه ويعمل لابنه وقلقان على ابنه. انت لو مت حالا مش هينوبك من ابنك ده غير الدعوه. انت ربيته صح بقى عشان يدعي لك، ولا انت عمال تبني له عشان تتفاخر وتتمنظر وتتعامل كده قدام الناس بيه بعلامه وبناه اللي انت بتبنيه له ولبسه وشياكته والدنيا اللي هو فيها. افهموها صح. البساطه هي احسن حاجه في الدنيا. البساطه هي سر السعاده، سر السعاده لينا ولاولادنا. اتكلموا ببساطة وعيشوا ببساطة، هتسعد حياتكم كلها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بسيط في كل شيء، كان هين لين سهل وقريب ومحبوب بين كل البشر والخلق. عشان كده اتذكر ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكمان اتذكر الآية القرآنية ويل للقاسية قلوبهم، الناس الجافة الجحدة القاسية الجافة. ربنا يا رب يحفظنا منهم ويهديهم ويصلح حالنا جميعا يا رب. تقصي بالنبي صلى الله عليه وسلم، نتقصى بيه ونبقى هينين لينين. عيشها ببساطة تنعم حياتك كلها. امين يا رب العالمين. تجعلنا من البسطاء السعداء الراضي عنهم يا رب دائما وابدا.